معظم الطلبة بيكون معاهم التابلت، لكن في أدوات هم مش بيكونوا عارفينها، تيجي تسألهم على الأدوات دي يقول لك أنا ما أعرفهاش، أنا أول مرة أعرفها. فهم مش عارفين حاجة إلا اللي هو البرنامج اللي هتمتحنوا عليه وبس كده. طيب الحاجات التانية والحاجات المهمة اللي عليها ما أعرفش حاجة. فأنا في الفيديو دوت هعرفك على حاجات مهمة وأساسية هتساعدك كتير جدا في الدراسة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده حابب اشكركم على التفاعل الكبير اللي حصل على القناة الفترة اللي فاتت. في فيديوهات وصلت 21,000 وفيديوهات وصلت 18,000 وفيديوهات وصلت 12,000، وده ريتش الحمد لله أول مرة أوصل له بصراحة يعني. والقناة حاليا داخلة على 1000 مشترك، وده حاجة جميلة جدا، وكانت من أهم أهدافي السنة دي إن أنا أحقق 1000 مشترك، وشكرا شكرا جدا لكم. فيلا بينا ندخل بقى على موضوعنا النهاردة ونتعرف على التابلت وإزاي نستخدمه. فيلا بينا. دي الكرتونة اللي بيجي فيها التابلت، فانت بتفتحها كده. التابلت مش موجود فيها، بس احنا بس ايه هنعرض لكم كل حاجة فيها يعني. انت بتفتح الكرتونة كده، ودي الكيسة اللي بيبقى فيها التابلت عشان نعمل الشاشة، وده اسفنجية. فبتفتح من هنا بيكون جاي معاها بقى هاند فري وسماعة، بس السماعة مش أحسن حاجة يعني. هي اشتغلت معايا فترة وكانت صوتها عالي، بعد كده الصوت بتاعها وحاليا ما بستخدمهاش إلا قليل جدا. وده الدبوس عشان ده الدبوس اللي بيكون جاي معاها، عشان لما تيجي تستلم الشريحة فبتحطها في التابلت فبتستخدم الدبوس ده. تمام. السماعة موجودة هناك اهي، بس أنا مش هعرف أجيبها دلوقتي لأن الدنيا متركبة هنا في الأوضة. فخلينا فين؟ خلينا نطلع لكم التابلت دلوقتي. ده التابلت. طبعا هو الجراب ده بيجي في الكيسة اللي انتوا شفتوها في الشنطة. التابلت بيكون بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه، شكل كده جميل. تمام. ودي الجراب اللي بيكون جاي معاه، جراب جميل وبيحافظ على التابلت. وحاولوا ان انتوا تحافظوا عليه، لان في ناس كتيرة بتستلم الجراب دوت ويتبوظ، يعني مش بتحافظ عليه خالص. فده بيحافظ على التابلت عشان لو وقع تعرفوا تستخدموه يعني. تمام. ده الجراب، وده الاستيك بتاعه، والقلم ده بيكون جاي معاه عشان تستخدمه على التابلت. تمام. طبعا ده التابلت بيكون بالشكل دوت، فانت بتدوس على الزرار من هنا، وبعد كده بتروح تعمل كده فبيشتغل معاك. ممكن تعمله كده، ممكن كده. ماشي. خلينا بقى نتعرف على البرامج اللي موجودة فيه. طبعا دي البرامج اللي هتبقى موجودة في التابلت. طبعا انت اول ما تستلم التابلت لأول مرة مش هتلاقي البرامج دي كلها. البرامج اللي يعني هتلاقي حوالي 6 برامج كده، ودول ايه اللي موجودين في التابلت الأساسية. وهتلاقي مع التحديثات هتلاقي كل تحديث بينزل هتلاقي فيه برنامج بينزل، يعني زي تحديث زي مدرستنا بلس كده أو اللعبة. البرنامجين دول مش نزلوا إلا مع التحديثات. تمام. هنستعرض كل برنامج على حدة. فأول حاجة كده انت أول ما تستلم التابلت وزي الفل هتدخل على أول البرنامج دوت. أول ما تستلم التابلت هتدخل على البرنامج دوت. بعد كده بتلاقي عندك هنا في علامة فوق، دي الدفعة بتاعتك، احنا دفعتنا الشهرية 2022. هنضغط على علامة الانستول اللي موجودة فوق هنا، نضغط عليها كده. هتلاقي البرامج دي هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها داونلود. يعني ايه؟ لو لاحظتوا هتلاقي دي كلها البرامج دي بتعمل لها داونلود من هنا. لو لاحظتوا هتلاقي هنا في ديليت. ليه؟ لان انا منزلها قبل كده. فانتوا اول ما تفتحوا التابلت هتلاقي هنا مكتوب داونلود، هتنزلوا كل البرامج دي داونلود داونلود داونلود. اول ما تخلصوا هترجعوا لورا كده. بعد كده هتخشوا على تنزلوا تحت كده، وبعد كده نيجي هنا. اللي عملت له داونلود نزل هنا زي ما انتم شايفين، نزل هنا بنك المعرفة المصري. هتدخل عليه بالطريقة دي. ده بنك المعرفة المصري اللي معروف يعني، بس احنا ما بنستخدموش كتير يعني، على قليل يعني جدا يعني. عندنا هنا المذاكرة الرقمية. ده المذاكرة الرقمية، وده طبعا مهم جدا. الموقع ده كنت بستخدمه كتير. ذاكر الآن.
هنلاقي فيه المواد اللي احنا عايزين نستخدمها، زي مثلا عندك برنامج المواد. عايزين مثلا الكيمياء، من هنا بدخلنا على الصفحة ديت، فاحنا بنحدد المواد الدراسية للصف. أنا عندك الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي، بتحدد الصف بتاعك، وانت عايز تشوف هنا انواع المصادر. يعني هل انت عايز المصدر اللي تسمعه، هل انت عايزه مقطع صوتي ولا صورة او محتوى تفاعلي، اللي انت عايزه. بعد كده بتضغط على مثلا تكنولوجيا النانو وتطورها، تختار الفيديو اللي انت عايزه وتسمعه، وبيشتغل عندك. تمام. وبتسمع الفيديو وتشوف. طبعا بيبقى متصور كده بطريقة جميلة، ومش في حد بيشرح، بيبقى ايه زي فيديوهات علمية كده. تمام. بس مش هيشتغل لان طبعا احنا عندنا جوجل كروم مش شغال. التابلت مش شغال عليه جوجل كروم دلوقتي. تمام. عندنا ايه تاني بقى؟ هنيجي بقى عندنا الفودافون باكج ديت بقى، اللي هي الباقة بتاعت فودافون. دخلنا على الصفحة دي، طبعا احنا مش بنستخدمها، اللي هو نشحن باقة فودافون، مش عايزينها. بعد كده عندنا الاورنج، نفس النظام. البوكس ديت يعني الكتب، لو طبعا مش هيشتغل لان جوجل كروم زي ما قلت لكم مش شغال. بس احنا بندخل على جوجل كروم بطريقة تانية. وعندنا ايه تاني؟ عندنا هنا برنامج تاني. البرنامج ده بقى عامل زي حاجة زي مدونة كده، بيعرفك القبول في الجامعة الأمريكية، شروط القبول، الثانوية العسكرية، شروط زي مدونة كده بالظبط. بتقرا كده وتقرا عن الشعبة بتاعتك من هنا. في برنامج تاني زي ده دليلك الدراسي لفهم أفضل. بتسجل دخول عن طريق الحساب المدرسي الموحد بتاعك اللي معمول في الوزارة بتاعك. وطبعا كل ده بتعرفه. وعندك دي كده احنا استعرضنا كل البرامج اللي انت نزلتها دي اول ما بتستلم التابلت. تاني حاجة، انت كده اول ما بتستلم التابلت بتنزل برامج. تعمل ايه تاني بعد كده؟ اول ما بتيجي تستلم الشريحة عشان تشغل عليه، ففي خطوة مهمة بتعملها عشان تشغل النت على الشريحة. فبتضغط على الضغط من هنا كده، وبعد كده بتضغط على شبكات الهواتف المحمولة، وبعد كده اسماء نقاط الوصول. وبعد كده بتلاقي اول ما بتستلم التابلت بتلاقي وي انترنت، بتلاقي العلامه متفعله عليه. فانت بتعمل ايه؟ انت بتروح دايس على اضافه اللي فوق من هنا كده، وبعد كده بتضغط على الاسم، وبعد كده بتكتب انترنت دوت تي اي دوت اي جي. بعد كده بتروح دايس على حفظ، بتحفظ من هنا، دايس على حفظ من هنا، وبعد كده بتحفظ. او بعد ما تحفظها فبتخلي العلامه على الانترنت دوت تي اي دوت اي جي. تمام. دي بعد ما تستلم الشريحه. منصه حصص مصر اهي. دي المنصة حصص مصر. طبعا هي معمولة بالطول، يعني تعملها بكده تبقى بالطريقة دي. تحدد بقى الشعب بتاعتك والصف الدراسي اللي انت عايزه من هنا. وممكن تشترك بقى، بتدفع فلوس او بتسمع فيديوهات مجانية. دي منصة حصص مصر. خلينا نطلع بقى كده، نرجع مكانه تاني الأصلي، ونطلع كده. دي كانت منصة حصص مصر. بالنسبة للبرنامج البرنامج ده بيستخدم في فتح البي دي اف. يعني انت بتنزل ملفات من خلال البرنامج ده بتقدر انك تفتح اي ملف، اللي هو اي ملف بي دي اف. تاني حاجة متجر بلاي، مش زي المتجر اللي موجود على تليفونك، لا المتجر موجود فيه حوالي 6 أو 7 برامج مخصصين ليك، يعني مش تقدر تنزل اي حاجة غير كده. تمام. بعد كده عندنا الملفات ديت الملفات. فبتختار الصور، مقاطع الفيديو بتاعتك اللي انت عايزها، تختارهم من هنا. بعد كده بنطلع من هنا، وبندخل على البرنامج اللي بعده. احنا اتعرفنا على ده التنويهات ديت بتاعت تنويهات الوزارة، ده التربية والتعليم. بعد كده بتضغط على سجل بياناتك من هنا، وبعد كده بتكتب الرقم القومي بتاعك والكود عشان تدخل وتشوف التفاصيل. بعد كده عندك هنا الآلة الحاسبة. ده برنامج الآلة الحاسبة، وطبعا احنا كلنا عارفينه. وده البرنامج ده زي محور السينات، وده زي محور السطات كده. وبترسم من هنا مثلا، ممكن تعمل ادوات من هنا. يعني مثلا ممكن ترسم اي حاجة
قلم زي كده وتكتب زي ما انت عايز، ترسم بقى او ترسم مثلا بالمسطرة او تمسح من هنا كده. ماشي، ده برنامج. طبعا المفروض المدرسين بقى يعلمونا على البرامج دي، طبعا مفيش حد بيعلم ولا حد ولا هم اساسا فاهمين في التابلت اساسا عشان يكلموا، بس احنا اللي بنعلم نفسنا بنفسنا. دي كل الحكاية. بعد كده عندنا دليل الكمبيوتر اللوحي، ده بيستخدم في ايه؟ ده بيعرفك التابلت بتاعك دوت، يعني التابلت ده لو حصل له حاجة تعمل ايه. فبتروح للفيديو مثلا، هنا فيه زي فيديو كده زي ما انتم شايفين. لما اضغط على فيديو كده هيجيب لي بعض الفيديوهات عشان يعرفني ازاي تحمي عندك. لو دوست على نظام الحماية كده هيدخلني على فيديو من الفيديوهات عشان يعرفني ازاي تحمي التابلت بتاعك. طبعا احنا مش عايزين نشغله دلوقتي، هنرجع تاني كده. دي طبعا فيديوهات بتوضح لك اعدادات الجهاز، خصائص الجهاز، الاكسسوارات بتاعته، ممكن تسمعها هتفيدك. لو مثلا عايز مركز الخدمة، عندك دليل المستخدم من هنا. عندك مراكز خدمة العملاء، يعني مثلا لو بتاعك باظ لازم أن تودي التابلت بتاعك للتوكيل، او مثلا انت عملت باسورد ونسيته فهتودي التابلت للتوكيل. طب التوكيلات دي بتبقى فين؟ بتبقى موجودة هنا. عندك في فرع في الزقازيق، فرع في المنصورة، فرع في اسماعيلية، الفروع على مستوى المحافظات منها بتعرفها من هنا. طيب تقدر تتواصل معاهم عن طريق الواتساب، عن طريق الرقم دوت، او تدردش معاهم من هنا. فده برنامج مهم جدا عشان ايه؟ يساعدك ان انت لو التابلت حصل له حاجه او في مشاكل كده قابلتك وعايز تصلحها، او عايز ايه تشوف الحكايه بتاعتها. كويس جدا. بعد كده عندنا برنامج من اهم البرامج بقى اللي التابلت اتعمل عشان نحل الامتحان. البرنامج ده مهم جدا جدا، لان البرنامج دوت هو اللي هتمتحن عليه. البرنامج ده هتمتحن عليه، اسمه سويفت اسيس. فلما ندخل عليه كده هيدخلنا على الصفحة اللي انتوا شايفينها ديت. عندنا حاجة اسمها البديل الأول والبديل التاني، فبتختار البديل الأول والبديل التاني حسب الورقة اللي بتجيلك، وبعد كده بتختار القطاع، بعد كده بتكتب رمز دخول الاختبار وبتدخل على الاختبار على طول. تمام. أنا كنت بستخدم طريقتين في فتح جوجل كروم. أول طريقة كانت طريقة مش كانت حلوة، كنت بدخل من على جوجل كروم من متجر بلين، بس كان ليها عيوب كتير. كنت بقى أول حاجة بضغط على العلامة اللي فوق ده اهي، وبعد كده كنت بضغط على الدفعات والاشتراكات، وكنت بختار طرق الدفع، وبعد كده بدوس إضافة بطاقة انتماء أو بطاقة صح، وبكتب إيه. فبدوس 4 2، وبعد كده وحايد، بعد كده نختار أي حاجة هنا، أي حاجة، وبعد كده بننزل تحت، وبعد كده بندوس على إشعار الخصوصية، فبدخلنا على الصفحة ديت. فكنا بننزل تحت خالص ونضغط على جوجل هوم، فبدخلنا على صفحة جوجل. نقدر إن احنا ندخل على يوتيوب من هنا، نكتب مثلا وليكن يوتيوب، نختار يوتيوب. وبس المشكلة كان لما تيجي تشغل أي حاجة، وليكن لو شغلنا الفيديو دوت مش هتقدر تكبر الفيديو، مش هتقدر تكبر الفيديو، فدي كان عيب. الطريقة التانية بقى واللي لحد دلوقتي بستخدمها فكنا بندخل على جوجل كروم كده ديت، ونضغط على ذا موستلي. طبعا دي مش هتلاقيها، فانت بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم ده 134.209.250.149. الرقم ده كنت انت بتستخدمه، بتبحث عنه في جوجل، فبيدخلك على الصفحة اللي انتوا شايفينها دي. من الصفحة دي تقدر تخش على جوجل، على يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، زي ما انت عايز. يعني ممكن ندخل مثلا على فيسبوك، فبيدخلنا على صفحة الفيسبوك اهو، بس احنا لازم نسجل بيه الحساب بتاعنا. خلينا نرجع بقى كده، وممكن ندخل على مثلا يوتيوب. بعد كده بيدخلنا على الصفحة دي، بروح دايس على رفض الكل من هنا، وبعد كده بيدخلنا على الصفحة دي. دي الطريقة اللي بنستخدمها حاليا يعني. خلينا نرجع تاني كده ونرجع لورا، وبعد كده ممكن تدخل على تيك توك عادي جدا، يعني تشغل تيك توك وتشغل الانستجرام. ممكن ندخل على جوجل من هنا. طبعا بدل دخلت على جوجل اقدر اعمل اي حاجة بقى، وبعد كده هبحث على برنامج اسمه
في موقع لابد انت تكون عارفه اسمه بورد. موقع اسمه ايه؟ موقع اسمه بورد اي اي. ده موقع بيشتغل بالايه؟ موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. فهنكتب كده بورد اي اي، بورد اي اي، وبعد كده نكتب نعمل على بحث، فبدخلنا على الصفحة ديت. البرنامج الموقع ده موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. اكتب له اي سؤال هيجاوبك عليه. لو عايز باراجراف اكتب له انا عايز بس باراجراف عن السياحة مثلا، هيجيب لك باراجراف طويل عريض، يعني زي ما انت تتخيل، يعني حاجة عظيمة جدا بالانجليزي وبالعربي. بس يفضل الكتابة بالايه؟ بالانجليزي، وعادي برضك تكتب بالعربي عن اي سؤال، اي سؤال يخطر على بالك. برضه ده موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. طب هتشغله ازاي؟ لازم ان انت تسجل، تعمل حساب على الموقع. اول ما بتعمل حساب وبتستنى يوم او يومين، بعد كده بتدخل على الموقع تاني، فبتلاقي اتفتح معاك شات كده، تكتب معاه اكنك بايه؟ صديق افتراضي كده، بتتكلم معاه، تكتب له الرساله وتروح باعتها له ويروح مجاوب عليك. ده بورد بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، ومهم جدا ان تكون انت عارفه. يعني اي سؤال حتى يقف معاك في الدراسه، اي سؤال يقف معاك، مشكله انت وقعت فيها، تمام، ده موقع بورد، موقع مهم جدا وشهير ومعروف. طبعا اول حاجه لازم تسجل دخول على جوجل. من هنا تسجل حسابك اللي على جوجل عشان تقدر تدخل وتسجل دخول على الموقع. تاني حاجة، لو احنا بنستخدم منصات، تقدر تخش على منصات المدرسين. كنت تكتب اي منصة، وليكن نكتب منصة خالد صقر مثلا، وبعد كده ندخل على المنصة دي، المنصة بتاعتك. لو انت عندك حساب على المنصة هتضغط على تسجيل دخول من هنا، وبعد كده بتكتب الرقم التليفون بتاعك. قال لي هنا تم تسجيل الدخول بنجاح، هضغط على حسنا، ودخلنا على الاشتراكات اللي انتوا شايفينها دي، واقدر ادخل على الكورس واسمع الفيديوهات بالطريقة اللي انا عايزها زي ما انتوا شايفين كده. اول الاسبوع التاني، وبعد كده بنبحث عن موقع من المواقع المهمة جدا لازم تكون عارف اسمه موقع نوشن. بيعمل ايه نوشن ده؟ نوشن ده يا سيدي بيساعدك ان انت تدون فيه الملاحظات بتاعتك، تكتب المهام اليومية اللي انت عايز تعملها، تعمل صفحات مهمة جدا. فاكرين التمبلتس اللي كنت عملتها قبل كده ووريتها لكم هنعمل ايه في الاجازة؟ كنت بعمل التمبلتس دي عن طريق برنامج نوشن. من هنا كنت بعمل القوالب ديت والصفحات دي عن طريق برنامج نوشن. احنا هنعمل كذا، او مثلا عندي مهام كذا هعملها، وكل ما اخلص مهام فبعمل علامة تشيك عليها او بصححها. فمهم جدا لو انت مثلا بدل ما تكتب نوتس وتعلقها، لا، انت مثلا عندك النهارده هتعمل كذا كذا، وبتسجل بياناتك، الحاجات اللي خدتها وذاكرتها ممكن تستخدمها تحطها على نوشن. لو انت بتتعلم برمجه ممكن برضك تحط الاكواد اللي انت فهمتها، ممكن او حاجات بتذاكرها بتاع البرمجه ممكن تحطها على نوشن. نوشن بيساعدك كتير جدا، بس انت اول حاجه لازم تسجل حسابك. فده كان برنامج موقع نوشن، موقع معروف وشهير جدا، انصحك انك تستخدمه. اهم موقعين تستخدمهم في الليله دي كلها جوجل بورد ونوشن، مهمين جدا الصراحه. وبس كده، احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، ونتمنى كده من الله ان ربنا ينصر اهل فلسطين ويساعدهم في الازمات ديت، عشان هم تعبانين جدا بسبب القصف. وهسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن، عشان لينك هيكون بتاع جمعية الهلال الأحمر، عشان لو حبيتوا تتبرعوا للجمعية ديت عشان تساعدوا أهل فلسطين ولو بجنيه حتى. وبس كده، أتمنى أكون استفدتوا من الفيديو دوت ولو بمعلومة واحدة.